في يوم طبيعي جدًا قاعد باتفرّج على حلقة لشاب قديم عن عادل إمام، وإيه سبب تميُّزه للدرجة دي في تاريخ السينما؟ لقيت إن من أسباب نجاحه واللي مهمة جدًا هو إنه خلّى نَفْسه بطل شعبي، يعني بمعنى واضح ومختصر خلّى الناس كلّها تشوف نَفْسها مكانه، وبقى بيعمل أفلام تخلّي المواطن المصري يقول إن هو يقدر يعمل زيه وما فيش فرق ما بينهم كبير جدًا، يحب ويتحب ويحارب الأشرار ويضربهم ويقدر ياخد حقه بإيده، ومش بس كده كمان يقدر يحقق العدالة اللي فشلت السلطات إنها تحققها، ويقدر برضه يكون لعيب كورة وفي نفس الوقت حريف، ويقدر يبقى شحات، يقدر يكون إرهابي، يقدر يكون ويكون ويكون، يقدر يمثل أي فرد في المجتمع. هو على العموم احنا انا بتشابه انا وعبد الحليم حافظ. هو كان بيغني من منطلق حزن وانا بضحك الناس من منطلق حزن برضه. رحلة صعود عادل إمام بدأت من المسرح، من أول ما كان طفل وبيمثل في مسرح المدرسة، لحد ما كبر وبقى بيمثل في مسرح كلية الزراعة. بالصدفة جدا زي ما كان بيحكي قبل كده كان في دور ناقص في مسرحية أنا وهو وهي، والدور ده كان لوكيل محامي، فعمل عادل إمام الدور وكان المفروض هيقول جملتين بس، ولكن فضل واقف على المسرح عشان يضحك الناس. فالكلام هم يا دوب كلمتين، فانا الحقيقه صعب عليا الناس اسيبهم كده من غير ما يضحكوا وصعبت عليا روحي. رحت قايل كلام من عندي. لقيت كل ما اقول حاجه الاقي الناس تضحك، اقول كلمه كده الاقي الناس تضحك. رحت قايل. ومن ساعتها بقى ومن يوميها وانا بقول بقى. من بعد المرحلة دي بقى بيخش عادل إمام في دوامة أفلام بتسمى بالكوميديا الجنسية، بمعنى أفلام فيها مشاهد خارجة كتير وعري كتير يعني. ومش هو بس، يعني أغلب جيله وقعوا في الحفرة دي بسبب المنتجين والحوارات اللي كانت بتحصل ساعتها. وبصراحة بقى الأفلام دي أو المرحلة دي بالذات مش مهمة قوي في تاريخ عادل إمام، بل إننا ممكن نعتبرها مرحلة تجربة كده وبيتعلم منها. وكده كده هو كان عامل اسم في الكوميديا من قبل كده في مسرحيات زي مدرسة المشاغبين، حتى مسرحية أنا وهو وهي اللي طلع فيها قليل. إحنا في فترة السبعينات دلوقتي، سنة 1978 اتعمل عملين نقلوا عادل إمام في حتة تانية. العمل الأول وهو فيلم اسمه المحفظة معاك، وده فيلم ساعة نزوله كسر الدنيا جدا. المحافظ دي ما فيهاش حاجه خالص، اصحابها شايلينها عيال. والمحفظه دي ما فيهاش حاجه، ما فيهاش غير انذار لقضيه نافع. ودي مليانه رشتات دكاتره وكمان شهاده وفاه. وبعدها بقى في نفس السنة كان مسلسل أحلام الفتى الطاهر، وده طبعا اتكلمنا عنه قبل كده، وتبقى فايتك كتير جدا لو ما شفتش الحلقة. يلا واللي عندك يعني. وعرفت بقى من الحلقة دي لو كنت اتفرجت عليها إن المسلسل وقتها طبعا كسر الدنيا، والناس ما كانتش بتبقى موجودة أصلا في الشارع وقت عرض الحلقة، أو كانوا بيبقوا متجمعين في الشارع في مكان واحد عشان يتفرجوا على الحلقة اللي نزلت من المسلسل. القدر ده عصبنا انا. يا مالها عماله تقفل عليا كده ليه؟ فمن هنا بقى الانطلاقه الحقيقيه من وجهه نظري طبعا، لان الحوار ده يختلف عليه ناس كتير يعني. ويمكن اللي عاشوا الامر او الرحله يبقوا عارفين اكتر انطلاقه عادل امام الحقيقيه كانت منين بالظبط. المهم ان بعد احلام الفتى الطائر بتبدا نجوميته تزداد. وبعيدا عن هذا الموضوع، الاهم عندي هو فكره انه بدا يفهم اهميه تخرجه من الشعب، مش مجرد كممثل وشخصيات في افلامه بس، ولكن كانسان عادي. فاهم الفكره؟ حسيت بالغربه لما رحت نادي الجزيره. اعترف لي بقى. والله انا صلاح السعداني قال لي انك انت رحت نادي الجزيره شويه ايام. والله هو هي ما كانتش غربه، هي طبعا غربه، بس غربه صاحبها اكتئاب ما تفهم. فلقيت نفسي مش قاعد مش مستريح الحقيقه. بقيت تحس انه كده كده واحد منهم، فعادي جدا تلاقيه بيعبر عنك وعن مشاكلك واحزانك وبياخد لك حق. وحاجه كمان تستحق التامل في مشوار عادل امام فعلا، انه ما كانش عنده اجنده او شغله قضيه معينه، مش مهتم يعمل افلام نغبويه او افلام تسافر مهرجانات بره مصر. كل اللي كان شغله انه يمثل ويمثل وبس. رجوعا لشخصيته مع الجمهور، عادل امام كان الاذكى وسط كل الممثلين. الممثلين بشر ليهم آراء سياسية ورياضية وكل حاجة. حقيقي أنا كنت بشوف لقاءاته وأتعلم منه بسبب طريقة الرد بدبلوماسية شديدة. ده غير كمان إن عادل إمام شكله عادي، بمعنى ما عندوش حاجة مميزة في شكله. يعني ولا ايه؟ لا يعني انت مش هو المفروض كل الناس تبقى يعني انت لها خضراء وشعرها انت اصفر مش جميل وحاجه حاجه جميل. انت مش جميل، انت تعتبر نفسك جميل. والله كل واحد حر في نفسه بقى، كل واحد يعني يحس باللي هو عايزه يعني. انت زعلت؟ انا بعتبر نفسي من اجمل المخلوقات. وهنا التميز مش شرط الوسامة فقط، ممكن يكون الوجه الحاد، العيون الجاحظة، لون البشرة، الشعر المجعد. لكن عادل إمام كان شكله فعلا ما فيهوش أي حاجة مميزة، وده شيء مرهق للممثل لأنه ما عندوش ميزة تسنده. الشكل أوقات كتير بيبقى طوق نجاة للممثل. يا بخته الممثل او الممثله اللي ملامحهم محايده وصوتهم محايد. يا سلام، ليه ده هنا؟ رايك انت؟ لان بيبقى عنده مساحه
يروح في قد كل كده حته جبارة. اه. الملامح المحايده بتدي هذا التميز، بعكس بقى الوش المميز قوي والصوت المميز قوي بيحبسك. نقطة كمان، عادل إمام ما اعتمدش على مدرسة واحدة في التجسيد. يعني عادل إمام واخد من ستيلافسكي وبريخت وتطوير مايزنر ودمجهم مع بعض، فطلع إيه عادل إمام، بجانب إن هو أصلا ما دخلش معهد التمثيل. وكل ده بيزود من رصيد حبك له، وتبدأ مهما كنت من أي جيل إنك تلقائي كده تحب. كل ده بقى وسط أداء تمثيلي، خليني أكون صريح معاك، ممكن ما يكونش الأقوى وسط الممثلين في التاريخ اللي احنا عارفينهم، لكن برضه بيدعم ده جدا كاريزما غير طبيعية قدام الكاميرا وحضور غير طبيعي. تحس ان في حاجه غريبه انت مش فاهمها، او حاله غريبه واصله لك كده وانت شايف عادل امام قدامك على الشاشه. برضه مش عايز ابخس حقه في الاداء التمثيلي، ساعات فعلا بيبهرني بمشاهد من اللي هو بيعملها، حتى لو كان بيعمل ايه السهل الممتنع، بس برضه السهل الممتنع بيطلع منه عظيم قوي. شوف المشهد ده مثلا من فيلم المشبوه. انا في عرضك يا سعاده البيه، بلاش الكعب الداير، انا بريء زي ما انت بريء من سرقه الشقه والطبنجه الميري. ارحمنا يا سعاده البيه، ده انا هشحطك بالاشهر بالشكل. شوف مثلا المشهد ده من حتى لا يطير الدخان. امي تدعي لي واذاكر، اخواتي يدعوا لي واذاكر، وفي الاخر شغلوني بالرفق بالحيوان. هي صحيح وظيفه كبيره وفيها مسؤوليه، انما مش تخصصي. شوف ده من احنا بتوع الاتوبيس. اسبوع وهي بتموت قدامي وانا مش قادر اعمل لها حاجه، لكن ورحمه امي من النهارده انا مش هقف ساكت. انا فعلا مش محتاج اتعب نفسي واشرح لك قد ايه المشاهد دي تمثيليا عظيم. دي حاجه انت اكيد شايفها بعينك عادي جدا. الموضوع بسيط جدا، عايز غضب هديك غضب، عايز حزن هديك حزن، عايز جديه هديك جديه. ما يتحمله المشهد هتلاقي عادل امام بكل بساطه يؤديه ويتقنه، لانه قريب لكل الاجيال وكل الفئات، وعشان هو عادل امام. طبعا النهارده عشان نفهم عادل امام هناخد كام فيلم كمثال للموضوع اللي احنا جايين نتكلم عنه النهارده، وهو كيف عبر عادل امام عني وعنك وعننا كلنا. هناخد عده افلام من افلامه ونحاول نفهمها ونفهم الشخصيات اللي فيها، والافلام دي هتكون الحريف والغول، الارهاب والكباب، والانسان يعيش مره واحده. في طبعا مسرحيات ينفع تتحط معاهم، بس خليهم لحديث اخر في وقت اخر. فارس الحريف هو حرفيا احنا. انا هلعب مع الخسران. يمكن شخصية فارس هي أحلى وأكتر شخصية محبوبة وسط اللي هنتكلم عنهم النهاردة، وده منطقي بصراحة. الفيلم اللي سنة نزوله محققش أي نجاحات، ولكنه بعد سنين الناس بدأت تكتشفه أكتر وأكتر، وده زاد من قيمته عند الناس وحبوه أكتر وأكتر. فالمهم تعالى نفهم بقى ليه فيلم الحريف. اولا وبعيدا عن القصه القويه والاخراج العظيم من عمنا محمد خان والجو الشاعري اللي هو خلقه على طول الفيلم، واللي عزز ده اكتر واكتر طبعا المزيكا الرائعه، واللي هي اكتر حاجه تقريبا مشهوره للفيلم. فارس الحريف، كتير من الناس حللت ان الفيلم موضوعه الاساسي عن الحرفيين في مصر، وبيتكلم عنهم وعن حياتهم وملهوش علاقه بالكوره قوي، وفي الحقيقه ده كلام صحيح جدا لا يختلف عليه حد. بس انا كنت دايما ومع اعاده مشاهدتي الكتيره للفيلم كنت دايما كده افتحه وانام عليه، يعني اشوفه شغال وانام. كنت دايما اشوف حاجة مختلفة عن الكلام ده. مش عايز أكبر من الموضوع وأقول إن في روح خفية بتبقى موجودة على طول الفيلم، والروح دي هي الفيلم نفسه، بعيدا عن الموضوع بتاع الحرفيين أو فكرة الفئة اللي بيتكلم عنها الفيلم. بس خليني أقول عليها مثلا الحالة اللي موجودة طول الفيلم، واللي خلتنا كلنا نحب الفيلم بتفاصيله، بشخصيته، بمزيكته، بكل حاجة. تعالى مع بعض نفهمها، ومن خلالها نفهم الشخصية بتاعتنا. بيبدأ فيلمنا على تكست فويس أوفر بصوت أحمد زكي الجميل، وبيقول: في ناس بتلعب كوره في الشارع، وناس بتمشي تغني تاخد صورة في الشارع. الافتتاحية دي هي اللي خلتني ارجع اعيد تفكير في حتة الفيلم بيتكلم عن ايه بالظبط. ليه يبقى في ذكر للشارع بالكم ده في بداية الفيلم، وفي النهاية صعب قوي احصره في فكرة ان هو بيتكلم عن فئة الحرفيين بس. ده لا ينفي صحة الرؤية دي يعني، بل يمكن ده اضافة عليها اصلا. اللي انا هقوله يعني وهو ان الفيلم بيكلمك عن الشارع عموما، الشارع كحالة عامة في مصر بالذات، الشارع اللي هتلاقي فيه البساطة والأحلام والقسوة والألم والأمل واللعب، يجمع الفقير والغني والقوي والضعيف، شارع يجسد الوطن والواقع من حولنا. فكما قيل في الفيلم: الشوارع حواديت. ويمكن هي دي الحالة أو الروح الخفية اللي أنا كنت بكلمك فيها من شوية، وهي روح الشارع. عشان كده كان اختيار شوارع وسط البلد لتصوير الفيلم اختيار عظيم جدا، لأن ببساطة جربت تمشي في شوارع وسط البلد بالليل قبل كده بعد الساعة 12 مثلا؟
بعيدا عن الضابط اللي هيجي يفتشك. جربت تعمل كده في عز الشتاء بدل الصيف اللي انا قاعد بسيح فيه ده؟ لو جربت فانت اكيد عارف الجو عامل ازاي، شعور غير مفهوم مهما قعدت اوصفه مش هعرف انقل لك التجربه، يكفي بس ان انت تنزل وتجرب او تتفرج على فيلم الحريف بالمزيكا الساحره بتاعته. بنكمل بعد التكست اللي في البدايه دوت، وبعدها بننتقل على فارس نازل من على السلم في عماره طبيعيه جدا، في طفل بيزعق في الخلفيه عشان محبس الميه مقفول. بنشوف فارس وهو ماشي في الشارع مطين عادي جدا زي كل شوارعنا تقريبا في الشتاء، بينزل يروح الشغل بتاعه. بنشوف حالات زيه كتير جدا في الشغل، صناعيه شغاله وبتتعب عشان تحقق اللي هي نفسها فيه، اللي عايز يتجوز واللي عايش لوحده واللي بيصرف على عياله. تعرف ده بيموت نفسه عشان قال ايه عايز يتجوز، وعقبال ما يجي ميعاد جوازه ويكون خلص غالبا. بيتعرض علينا بعد كده مشكله مراته او مشكلته مع مراته، واللي بنعرف انه لسه بيحبها، وكذلك الست اللي بتحبه في الشغل وعينيها عليه. وكمان بنشوف برضه مشكلته في الشغل مع المدير بتاعه بسبب ان هو بيلعب كوره وبيضيع وقته فيها. وكمان بنشوف المشاكل اللي بتجيله من الكوره بعيدا عن مشكلته في الشغل اصلا. بنشوف كمان مشكلته مع البوليس بعد ما بيحصل جريمه قتل في العماره عندهم، وهو اول واحد بيتهموه هو وجاره. وبعدين ايه؟ بعد ما رحت الورشه انت متصور ان انا قتلتها؟ مشكلته مع نفسه بعد ما بيسلم صاحبه ده للحكومه، ومشكلته بعد امه ما ماتت، ومشاكل مشاكل مشاكل وبس. حرفيا حياته هو واي انسان في نفس مستواه في الشارع حواليه هي عباره عن مشاكل وبس. ويمكن ردة الفعل من فارس الحريف هي فقط اللامبالاة. يمكن الكورة هي كانت المكان الوحيد اللي بيفرغ فيه غضبه من المشاكل، ويمكن كمان الأنفاس اللي بنسمعها عالية في أول الفيلم وفي آخره أو في نصه يعني عموما هي المشاكل اللي بيتخلص منها ويبقى عايش حياته لا مبالي، وليس سعيد وليس أيضا حزين، ولكنه عايش. انت عايش ليه؟ ايه عايش ليه دي؟ عايش كده لوحدها ما تنفعش، لازم تقول عايش عشان كذا وكذا وكذا. معرفش. خلينا ناخد فيلم كمان معانا ألا وهو فيلم الغول. لا ينبغي لمن تمسك بالعدل أن يخاف أحدا، فقد قيل أن العدول لا يخافون الله، أي لا خوف عليهم منه إذا اتبعوا رضاه وانتهوا إلى أمره. الفيلم ده فعلا حلو ومختلف، هياخدك في رحلة كده من الانبهار والرومانسية والغضب، وفي النهاية هيصدمك وهيريحك. الحقيقة الكلام عن الفيلم ده مش هيكون كتير خالص، لأنه بيتلخص في شيء بسيط جدا، ألا وهو إن الفيلم بيتكلم عن العدالة، كيف تحقق العدالة في نظام غير عادل. ده ببساطة هو فيلم الغول. شاب صحفي بوهيمي فقير جدا بيعيش حياة بسيطة، بيشوف قدامه جريمة قتل بيبقى شبه متأكد مين هو اللي عملها. على طول الفيلم بقى بيسعى في القضية دي بطوله عشان يجيب حق الراجل اللي اتقتل من الولد اللي قتل، واللي هو كان ابن رجل أعمال غني جدا ومهم في البلد، عادل عيسى. يسعى في تلك القضية وحيدا حتى أهل المرحوم ذات نفسهم تخلوا عن حقه بسبب شدة فقرهم، فبرشوة من فهم الكاشف اللي هو رجل الأعمال تخلوا بقى عن القضية. والتاني مرة في الحلقة بيكون الفقر سبب أساسي في ارتكاب جريمة أو تخلي عن حق مشروع. بيسعى عادل عيسى بقى في القضية دي بكل ما يملك، بيكرس حياته كاملة على طول الفيلم في إنه بس يحقق العدالة، مجرد إنه شاف إن دم بني آدم هيروح هدر. ورحلات بقى وبيستعين بصديقه الضابط، وانت كمشاهد بتبدأ تحس انه خلاص يا اسطى فكك، انت تعب نفسك ليه؟ ده حتى اهل الميت ما عملوش ربع اللي انت بتعمله ده. ولكن برضه عادل بيفضل مصر على موقفه لحد ما بيجي يوم الحسم، يوم المحاكمة بتاعة القاتل، وطبعا المحكمة بتحكم له وبتطلعه براءة، وانت طبعا بتفتكر انه خلاص كده الفيلم خلص هيخلص وايه سلام عليكم. ولكن هنا بقى بتيجي المفاجأة، بيجهز نفسه عادل عيسى انه يروح ويحقق هو العدالة بإيده ويقتل رجل الأعمال. قتل دموي وعنيف وأيقوني في نفس الوقت، ممتلئ بالحياة والشعور بالانتصار، لدرجة إنه يقعد وسط بركة دم ويحط رجل على رجل ويقول جملته الساحرة المؤسسة: عايز اخلص الناس يا حسين من قانون ساكسوني. رأيي إن دي لحظة تشكل المشروع، إن هذا الفرد العادي وبطريقة ما هيكسب. ده مش معناه إنه هيفلت قانونيا، بس كجمهور هنحس إنه كسب وهنطلع فاكرينه منتصر وقوي وظهره مفروض. الصورة دي بقى اتكررت بعد كده بكل التنوعات، من الأفوكات والخلي بالك من عقلك، لسلام يا صاحبي، شمس الزناتي،
وطبعا المنسي والارهاب والكباب واللعبه مع الكبار، وكذلك حب في الزنزانه برضه اللي بينتقم فيه من رجل اعمال بانه بيقتله في الاخر. دايما فرد بيواجه سلطه، وهنخرج من الفيلم شايفينه في صوره المنتصر. وعلى ذكر جمله فرد بيواجه سلطه دي، فليه ما نتكلمش عن الارهاب والكباب؟ طب مفيش حاجه هترخص. المواطن الغلبان جدا اللي ماشي جنب الحيط وبيعدي يومه مهما كانت الظروف اللي بتحاوطه، ودايما بيحاول انه يتعايش رغم الظروف الصعبه اللي حواليه، واللي كل شويه تسوء اكتر واكتر، واللي هو انا وانت وكمان عادل امام فيلم الارهاب والكباب. حاجات كتيره هترخص وتبقى بسعر التراب، انا وانت والاستاذ وحضراتهم اجمعين. المواطن الغلبان ده ضد الحكومه، ده حرفيا وبكل بساطه اختصار فيلم الارهاب والكباب. الفيلم من البدايه بيعرض لك المشكله، وكمان بتتبروز اكتر في شخصيه في الفيلم، وتبدا تشوف الحياه المحاوطه بيه عامله ازاي، واللي هي للعلم مش مختلفه خالص عن حياتنا دلوقتي. يا لازم تدوز واقفه مترصصه الصناديق ومستريحه عنكم، ولو حد ضغط عليها تسرح. وبالرغم من عدم انتصارهم في الاخر، وبالرغم برضو انهم هيرجعوا لحياتهم الطبيعيه، وهيرجعوا يجروا على اكل عيشهم تاني ويتمرمطوا تاني عشان يلاقوا بس ياكلوا، الا انهم في النهايه خرجوا منتصرين. اي حاجه تحصل كويسه، حلوه وحشه مش مهم، المصيبه ان مفيش حاجه بتحصل. احنا هنضبش، يا اما نوصل للبر ونقف على رجلينا، يا اما نغرق، مفيش حل تالت. عشان بس عرفوا يواجهوا ولو لمره واحده بس. ممكن نقعد نتكلم عن فيلم الارهاب والكباب من هنا لبكره، بس يكفيني هذا القدر عن الفيلم، وممكن في لحظه ما نرجع له مره اخرى. حتى الحب والروح الحلوه الساره علي، واخرتها علي، اخرتها يا علي. وخلينا دلوقتي نتكلم عن فيلم مهم جدا انا شايفه مش واخد حقه، الا وهو فيلم الانسان يعيش مره واحده. وبعد الصراعات السابقه مع النظام في الافلام والتغلب على الظلم لحياه افضل، يجي الفيلم ده ليك برضه عشان يكلمك انت ويخليك تفكر بطريقه مختلفه، لان ببساطه منهج الفيلم لو اتبعته حياتك هتختلف، نظرتك للامور هتتغير، وده حقيقي انا مش بهزر. فتعالى معايا اعرفك ازاي. ابدا، اصلا مش اول مره اخسر فيها، انا عشت طول عمري اخسر. عشان اوصل لك اللي انا مؤمن بيه من خلال الفيلم ده، واللي مش بالضروره يكون مقصد الفيلم، فخلينا بالطبع نبص على شخصيه استاذ هاني مدرس التاريخ. انا اصلي عاده بلعب علشان اقتل الوقت. بنتعرف عليه في البدايه وبنعرف انه بيلعب قمار عشان يقتل الوقت، وانه كمان دايما بيخسر. ويمكن باقي شخصيات الفيلم بنفس الشكل، عايشين حياتهم وفي نفس الوقت مش عايشين، وده لانهم داخلين في صراعات هم مش قدها. واحده حزينه على موت حبيبها لانها كانت سبب في واحد هربان من طار وعايش خايف كل لحظه في حياته من الموت او ان حد يجي يقتله. ببساطه بقى يا صديقي، الحل للشخصيات دي وليك انت كمان ايه هو انك ترسخ اسم الفيلم في دماغك ببساطه، بمعنى انك جاي الحياه دي وهتعيشها وهتموت. حلو، جميل جدا. فكفايه من الاخر معارك فارغه ملهاش لازمه في الحياه، وخناقات كتير مش بتطلع منها غير انك بتخسر نفسك، وقتك، حياتك ونفسيتك. فهو تقريبا الفيلم عن المعارك اللي بتاخدها مع نفسك في الحياه ومش بتطلع منها غير انك بتخسر وبس، او حتى مش مع نفسك بس، ممكن مع ناس تانية او في حوارات تانية او في حاجات تانية ملهاش لازمه في الحياه. حاول تعيش الحياه مره واحده في حياتك. قد يكون الفيلم مش عن كده، ولكن احنا ممكن نستفيد منه في كده. دكتوره، الانسان بيعيش مره واحده بس، علشان كده لازم يعيشها كسبان على طول. حتى إذا خسر لحظة لازم يكسب في اللحظة التانية، لكن لو فضل يخسر على طول هيموت. بكده أكون قلت كل اللي عندي، وأكيد مش ده كل اللي موجود واللي يتقال عن عادل إمام، بس أدينا بنحاول مع كوميديان وممثل عظيم، واللي فعلا كان مدرك أهمية قد إيه شعبنا محب للكوميديا. يا سلام، عجبتكم الهيافة أوي. ولو في حاجة جد يبقى بوسكوا شبرين. وكمان يقدر يستغل ده في انه يقدم وعي للناس من خلال كوميديته، مش زي ما بنشوف دلوقتي اللي هو نفس الشعب برضه لازال محب للكوميديا، بس للأسف عادل إمام شبه اعتزل ومبقاش عندنا حد يوعينا من خلال كوميديته. وبمناسبة اننا بنحب الكوميديا، ومش الزمن ده بس ولكن من زمان اصلا معروف عننا ان احنا بنحب الكوميديا، فيمكن اللي هقوله ده يعني مقولة كليشيه جدا، ولكن قال ابن خلدون في مقدمته المعروفة: إذا رأيت الناس تكثر الكلام المضحك وقت الكوارث فاعلم أن الفقر قد أقبع عليهم، وهم قوم بهم غفلة واستعباد ومهانة، كمن يساق للموت وهو مخمور. وبس كده. انت ما تعرفش ان اكبر اخلال بالامن هو الضحك، والاسوأ منه السخريه.
وخصوصا من اولي الامر. ما تنساش بقى تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واهم حاجه تعمل شير يعني لو وصلت لهذه النقطه من الحلقه دي مهمه جدا بالنسبه لي، فاتمنى لو عجبتك تشارها واخد بالك وتبعتها بقى لاصحابك بقى توريها للناس. بس كده. سلام.